المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إثاسميني ترى طوجرة ترى. 3. صياغة الأعداد مع المعدود في الحالات الثلاث. 1. العدد المفرد مع المعدود، حيث تظهر علامات التصريف على العدد الذي يمثل الجزء الأخير من الكلمة. 2. العدد المدمج مع المعدود، لا يتصل المعدود مع العدد المدمج، علامات التصريف تظهر على العدد المدمج. 3. العدد المركب مع المعدود، أجزاء الأعداد منفصلة، علامات التصريف تظهر على الجزء العدد الأخير. جدول يظهر ما سبق ذكره. شوبخر الحالات الاسمية. شغاز أقزرق ومرة يغسر، دمج بين العدد المفرد والمعدود. تسيقوا جليت فر، وجر جليت فم، لج جليت فمجة، غونف جليت فو. شوبخر الحالات الاسمية. زخلمرة يغسر بشغاطة، العدد المدمج مع المعدود. تسيقوا جلب شكوت فر، وجر جلب شكوت فم، لج جلب شكوت فمجة، غونف جلب شكوت فو. شوبخر الحالات الاسمية. شغاطة زخلمرة يغسر، الأعداد المركبة مع المعدود. تسيقوا جلت وجر الشرر، وجر جلت وجر الشرم، لج جلت وجر الشرمجة، غونف جلت وجر الشراو. أمثلة عن العدد المفرد والمدمج والمركب. ز تشغيت فو نمق باوتخر مأرس، عجبجة تشغ قزيخ دت. 1. الأشجار الخمسة التي أمام البيت هي تفاح، ومن خلفها توجد 6 أشجار إجاص. طو مليشرة بشن بشكوت فرس لغو. 2. رأيت 3 خراف و15 ماعزا. ش جنجب شكوبلر قحغ، سري ماتا جنجب شكوبلو يثر قس شفغ. 3. جلب 17 بيضة، وأنا اشتريت 17 بيضة التي في سلته. مأرسة بشكو الزمجة زي مغشكتشو، هادرة مأرسة طوجرة الشرو شثري أحر. 4. بدون أن يشبع بال11 تفاحة، أخذ التفاحات 13 الأخرى. تف مأرسة طوجر نحو تو، دشوة طوجرة طورم نحي. 5. 20 تفاحة أثقل من 22 جوزة. كنايات العدد. هناك كلمات ليست أعدادا، ولكنها تأتي دلالة على معنى العدد، لهذا سميت بكنايات العدد. 1. بضع، زاولا، كلمة تستخدم للدلالة على العدد من 3 إلى 9، وهي تأخذ نفس حكم هذه الأعداد، التصريف حسب الحالات الاسمية، وتأتي بعدة أشكال. 1. يمكن أن يتصل الرقم 1 ز مع الرقمين في نفس الوقت، وتوضع بينهما إشارة العارضة شحطة، كمثال: ز قبحطو، ز قبحش، زطوزش. 2 إلى 3. يمكن أيضا أن يتصل الرقم 1 مع أي من الرقمين دون الآخر، ويظل يحمل نفس المعنى. انظر إلى الأمثلة. عندما يتصل الرقم 1 ز مع الرقم الأول، 1 شحطة 3 شحطة 4، ز قفحش بل، ز الشبل.
عندما يتصل الرقم 1 ز مع الجزء الرقم الثاني من المصطلح ش ز بحبل شزبل، وله نفس معنى المصطلح السابق. هنا يفهم معنى كلمة واحد على أنه مقدار، وبالتالي يصبح معنى العبارة مقدار 3 4. لاحظ لتشكيل مثل هذه المصطلحات الرقمية لا بد من اتصال الرقم 1 ز مع الرقمين أو أحدهما. 2. عندما يتصل المعدود مع هذا النوع من الأرقام تليثيط تليثيط ش تليثيش، كتابين 3 كتب، يمكن أن يتصل المعدود مع كل من الرقمين أو مع الرقم الأول ولهما نفس المعنى. أما بالنسبة للأرقام المئوية فهي كالتالي: صيط صيط 200 200، صيط شيش 200 300. ملاحظة: عندما يتكرر العدد 1 مع كل الأعداد تكتب بشكل مقطعين بينهما إشارة العارضة، زق فحطو زق فحش زطو زش. أما عندما يتصل العدد 1 مع الرقم الأول بدون الثاني، أو بالعكس عندما يتصل العدد 1 مع الثاني بدون الأول، تكتب العبارة على شكل مقطع واحد: بل ز ي بلزي، أو ز بل ي زبلي، والعبارتان لهما نفس المعنى.